السلام عليكم مرحبا بكم في قناة مطبخي اليومي مع نايا. شوفوا بحبة تاع بيض ديروا هاد الكيكة عائلية بنينة بزاف خفيفة وهشة، ومقاديرها موجودة في كل منزل. هنايا شوفوا غادي نستعملوا حبة تاع البيض. لهاد الكيكة تجي مشمخة من عندهم، تجي مشربة، تجي شابة، تجي بزاف خفيفة وبنينة. هنا نسحقوا كيس خميرة كيميائية، زوج مغارف كاكاو، كاس حليب، كاس سكر، وكاس تاع الزيت. هنا خلط الزيت مع السكر ومع الحليب مع الكاكاو. هنا خلطهم مع بعض، غادي نصنعوا اون صوص. هاد لاصوص تستعملوها بزاف بزاف حلويات، تستعملوها في الكيكات. هنا نقعدوا نميكسو فيه حتى يتقال. هنا استعملوا الميكسور، ما تستعملوش الباتور، استعملوا الميكسور احسن حتى يتقال لنا هذاك الخليط. رايحين تشوفوه يتقال شويه. قلت لكم هاد لاصوص تستعملوها للبانكيك، تستعملوها للكيكات، تستعملوها للدونات. انا نستعملها في الدونات كي ما تكونش عندي الشوكولا، نستعمل هاد لاصوص تجي بزاف بنينه. تستعملوها في لي كيك تاعكم، في الكاطو، في قاع هاد الصوالح. هنا نقلع من هذاك الخليط، نقلع كاس، غادي نسحقوهم من بعد، نحطوه على جنب ونجو نكملوا الكيكه تاعنا. هنايا ندير كاس تاع الفارينه. هنا نحطوا الكاس تاع الفارينه ونديروا كيس تاع خميره كيميائيه والحبه تاع البيض. وهنا في هذه المرحله كنت شاعله الفرن تاعي يسخن، لازم الفرن يكون سخون مليح. هنا نخلط كاع هذه المكونات. وانا ديما في الكاطو تاعي نبغي ندير هذيك القرصه تاع الملح، نديروا قرصه تاع ملح. نحس تخرج لي الهواء، يا بروحها يقول لك هذيك القرصه تاع الملح في الكاطو رايحه تخرج الهواء، والكاطو تاعكم يجي خفيف اكثر. هنا بعد ما تخلطوا لي كاع المكونات، جبت ان بلا. هنا جبت هذا باش راني باغيه الكيكه تاعي تجيني شويه عاليه، واللي بغات الكيكه تاعها تجي رقيقه تكبر لو بلا. هذا مكان تكبر لو بلا، انا درت له الزبده ودرت الفارينه. واللي بغات دير بابي كويسون دير بابي كويسون. انا استعملت هذا وجاتني كيكه عاليه، جات شابه وبزاف خفيفه. هنا نضربوه شويه فوق البوطاجي حتى دوك الفقاعات كاع يخرجوا، ونحطوه في الفرن حتى يطيب لنا. هنا كي تدخلوا ان بيك يخرج لكم ناشف، سما الكيكه راهي طايبه. هنا من حدها سخونه الكيكه تاعنا، نديروا لها ثقوب غير بالفرشيطه. كيما راكم تشوفوا جات بزاف خفيفه. ونديروا هذيك لاصوص اللي خليناها، هذيك تقبناها باش هذيك لاصوص تدخل لي في البسكوي ويجيني مشرب ويجي شباب. شوفوا هنا نحط هذيك لاصوص، شوفوا كيفاش راهي تشرب. نسي نديرها في قاع السطح. هاد لاصوص غادي كي تدخلوها الثلاجه رايحه قاع تجمد معاكم، ما تخافوهاش. شوفوا هنا راهي قاع تشرب ما شاء الله. هاكا انا زوقتها بشويه مكسرات كانوا عندي. تقدوا ديروا نوات كوكو، ديروا شونتيي، كل وحده اش عندها في الدار. وتقدوا تخلوها مام كيما هكا، تغربلوا عليها شويه تاع الكاكاو، وعندكم كيكه شابه وبزاف بنينه. انا درت لها شويه تاع مكسرات كانوا عندي، ودروك نحطوها في الثلاجه حتى تبرد باش ناكلوها. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله، جات شابه، جات خفيفه، جات هشيشه. توالم القهوه، توالم السهرات تاع رمضان، توالم في الليل هكا مر العشاء تاكلوا حاجه حلوه تجيكم بنينه. شهيتكم في الجنه الشيرات. ان شاء الله هذه الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها، واذا جربتوها حطوها في الجروب تبادل الوصفات مع مطبخ اليومي مع نايا. والى الملتقى في وصفه اخرى.